اي يبيكم تنظرون فيها وتعلمون المعازيب وتعلمون التسعير. اشترى الله يرحمه حلال من عرعر، وجابه هو محمد بن كران الله يرحمهم كلهم عبر التابلاين. التابلاين الحين رامكو ذاك الحين يسوون التابلاين حق الشمال، وجابه الين حطه مع بالوالده الله يرحمه ويرحمهم جميع، ويشتري ويضيف على والده الله يرحمه وياخذ من اسفلها ويبيعها في الحساء. طورها ما خلاها، طورها بالفحول وطورها بمشتريات الحلال، ويشتري الله يرحمه لا عين الطيب شره. اطيب الحلال اللي عنده اللي عظمه طويل، سواء انه بعير او ناقه. يقول انا اهم ما علي العظم الطويل والوسره القويه والظهر لقحز. هذا اللي يحبه ضيدان بن هويد. يغلي طياحه ويغلي الرمانه ويغلي الحلال بشكل عام، يعني ما يفرق شيء عن شيء. كالبل كانت اكثرها صفر، وفيها ملوين، فيها شقح وفيها حمر، ولين صارت كلها صفر. اي نعم. واهتم في السلالات، واهتم في الزمل الطيبه. بالنسبه لاول زملنا، الزمل طال عمرك 2 ضبعان وشرهان. هذه طال عمرك من العزيري ومطيري، ورده جدي شافي الله يرحمه على ام القطار، بيرنا اللي غرب الصرار، واخذ منه قعودين وعطى العزيري ناقه من البل، وهي اللي عمرت البل. وبعدها طال عمرك الطيحات، طيحات سالم العلي اللي اشترى الامير سلطان. وبعدها طال عمرك اشترى الوالد الله يغفر له هديب الفريحي. اي نعم. وبعدها طال عمرك رمان. الحين بعيرنا رمان ولد رمان الامير سلطان اللي اعطانا اياها الله يغفر. الوالد الله يرحمه لا شافها والله ما عاد اهمه قيمتها. اشترى من ابن دغيثر على 6 مليون، واشترى من الامير سلطان بن سعود النايفه كانت تجدع ذاك الحين، اشتراها ب3 مليون. واشترى من فلاح بن ضريان الهاجري 2 الهائله واختها ب5 ملايين. ومن فنجال طال عمرك فنجاله ب1 واخر ما اشترى بعد ما وصلنا مرقيبه خلاص عرضنا تبقى له تقريبا 5 ايام. قال ابي الناقه اللي تاخذ الاول في الفردي، ابي شوط الفردي مع النخبه. قلنا هذه قعوده قعيد الشلاحي الله يرحمه. قال ابى اشتريها بغالي ولا برخيص؟ فاشتراها ذاك الوقت الله يرحمه، كانت اغلى صفقه في مرقيبه في ذاك الوقت عام 2009 ب3 مليون و700. الوالد غير اسمها الى سلطانه. قال يا ابو شافي وش معنى غيرت اسمها من القعوده الى سلطانه؟ قال تسلطنت عليها للفردي، وانا ما شريتها الا بناموسها الراسي وبها القبيلتي. من بعد 95 ميلادي شارك في مرقيبه الى اخرها، وحصل طال عمرك انجازاته المركز الاول عام 2004، والمركز الاول عام 2005، وعام 2008، وشاركنا 2009 اخذنا النخبه، وعام 2010. من المواقف طال عمرك شحه الامطار على السعوديه. قال يا طويل العمر، كلم الامير سلطان الله يغفر له، قال يا طويل العمر شحت الامطار على السعوديه هالسنه والعراق مربع، وان رخصت لنا بنوجه بالدبش صوب العراق. قال توكل على الله اللي تشوفه يا ابو شافي، وترى اهم ما علينا الباديه السعوديه. ترى الباديه السعوديه لا مشى دبشنا تراه معها، وهذه الدخوليات، ومن جاك مره اعطها الدخوليات يا ابو شافي ولا ينقصهم شيء. قال عسى الله يطول عمرك، لا صرت حينا ما هو بناقصنا شيء. وعطاه الدخوليات طال عمرك، ودخلوا العراق وربعوا واستفادوا، والباديه السعوديه دخلوا، واللي من الخليج دخلوا بالدخوليات الامير سلطان الله يرحمه. وجميع من جاء ياخذ دخوليه ابو شافي الله يرحمه قال تفضل. ودخلوا طال عمرك وربعوا واستانسوا واستفادوا، واللي طلع حلال واللي طلع غنم واللي يطلعونه من العراق للكويت للسعوديه ويبيعون وعينوا خير، استفادوا المسلمين. ويوم جاء طال عمرك غزو العراق للكويت، كان الله يرحمه في ازمه ذاك الحين الوالد الله يغفر له. طلع الدبش كله وبلغوا اهل الحلال كله انه يطلع برا الاراضي العراقيه الى السعوديه، وتفقدهم الله يرحمه كلهم لانها امانه عنده كلها في وجه ابو شافي.
فآخر ما طلع من العراق هو الله يرحمه بعد ما تطمن أن البادية السعودية والخليجية اللي في العراق كلهم اتجهوا للسعودية بسلامهم وحلالهم. فبعدها طال عمرك ب3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات حط مزاين أم رقيبة الأمير مشعل عام 95 في عرق أم رقيبة. فقال لأبو فيصل الله يغفر له: يا أبو شافي تراك في لجنة التحكيم. قال: يا طويل العمر ما تعفيني من لجنة التحكيم؟ قال: لا والله ما احنا معفينك ذا السنة. قال: يا طويل العمر أنا ودي بالمشاركة. قال: ذا السنة لا، نبيك في اللجنة. قال: حاضر، اللي تبيه أنت تامر أمر. فجاء الوالد الله يرحمه وبندر بن عجمي بن منيخر وراكان بن مشعل بن حثلين الله يغفر له وسلطان الزباع الشيباني الله يرحمه وعبد الله العنقودي. فالجوائز كانت ذاك السنة 4 جموس وزعها الأمير مشعل في يومها ولجن والحلال وتوكل على الله. ومن بعدها أم رقيبة مشت إلى عام 1436 الوالد الله يرحمه بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز. كان الزمن اللي ممنوح للمسلمين 186 بعير. فبعد وفاة الأمير سلطان الله يرحمه طلب الوالد الأمير فهد بن سلطان بالتلفون، قال: يا أبو تركي سلطان راح والحين في حاجة الدعاء والمسلمين عندهم 186 بعير، وش رايك يا طويل العمر كل واحد ياخذ البعير اللي عنده أجر لك ولوالدك في قبره الله يرحمه. قال: والله يا أبو شافي إنه شور مبارك، توكل على الله، أبد كلموهم وجميع واحد عنده بعير ياخذه ويحط واسمه عليه ويدعي لسلطان بن عبد العزيز بالجنة. كان حريص عند ولاة الأمر الحرص التام بخصوص المياه والأعلاف لها للبل، وبالأخص عند الأمير سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه. كل ما جاء موضوع الأعلاف وموضوع تقدم البادية وقت العلف يبيكم تنظرون فيها وتعلمون المعازيب وتعلمون التسعير لأنها في الذمة.